الساعة 18 بتوقيت ألمانيا. واحدة من الشوربات الألمانية الضابطة شوربة الفراخ بالسكيني. السكيني عند الألمان بيختلف شكله وبيختلف طعمه كمان. اللي هو السكيني الكوسة. الكوسة العادية طعمها مسيخ نوعا ما، بس دي شوية بتختلف. 2 قطع بتاعت سكيني، 2 بصلة صغار، الفراخ ما يعادل 150 جرام، وعندي كريمة سايلة. طبعا نحن كسودانيين كتير من الحاجات بناكلها بنحسها ظابطة، بس لما تشوف الطريقة اللي بتتعامل بها ممكن غد ما تفضلها، وبنفتكر انه ما ظابطة. عملت توم بودرة وبابريكا حمراء وكركم. تبلت بها الفراخ في الأول، طوالي ححمر في الحلة بتاعتي. حمرتها في حلة عشان الزيت ما يتطاير، لأنه في نفس الوقت عايز أحمر الخضار بتاعي في باقي الزيت بتاع التحمير بتاع الفراخ. بعد طلعت الفراخ أضفت عليه بهار أعشاب بروفانس. أغلب الناس قد تكون أول مرة تسمع بالبهار ده. أعشاب بروفانس صراحة في المشويات طعمه خطير جدا، وممكن تضيفه على اللحم في الدقيقة الأخيرة وانت خلاص عاوز تطلعه بعد ما تشوى. هنا حمرت البصل في الأول، بعد ذاك السكيني. أضفت عليه موية فيها بودرة بتاعت خضار بتاع بهار اللي هو يقولوا عليها جميزة بري، وممكن تستخدم موية عادية ما فرقت. هنا جيت قطعت الفراخ بتاعي قطع دقاق، لأنه حاضيفه للشوربة بتاعتي في الآخر. بعد ما السكيني استوى خلاص مع البصل، أضفت الكريمة ظرف وربع. ما أضفت الكريمة كلها، وكمية الموية كانت ما يعادل الكريمة 2 تقريبا. بعد كده خلطت الشوربة بتاعتي. بعد ذاك رجعت الفراخ بتاعتي فيها، بتاخد غلية مدة دقيقة واحدة وأطفي عليها النار. هنا برضو في الآخر أضفت من البهار بتاع شاب روفانس. عيدوا الوصفة أكتر من مرة عشان تفهموها. وهنا أقول لكم يلا تشاو بلا تشاو.